ايوه طبعا اتفضلي. استاذ محمد، الخوف فيه اعتقد خوف بيبقى ضروري واساسي، يعني ضروري ان انت تخاف من ربنا، ضروري تخاف على بلدك، ضروري تخاف على اهلك، على مالك، على عرضك. اعتقد ان في الخوف اللي زي ده ما بيبقاش خوف مكروه، بل بالعكس بيبقى خوف مطلوب جدا. اما الخوف اللي بيزيد عن حده او اللي هو بيقلب خوف مرضي، اعتقد هو ده الخوف اللي بيبقى غير مستحب، ويا رب يبعدنا عنه. كويس. تفتكري نواجهه ازاي؟ نواجهه يا استاذ محمد بحاجتين اتنين: بالقرب من ربنا قوي، بالايمان بربنا. لو احنا قربنا من ربنا ما اعتقدش ان هنخاف ويكون رب يحميه. تمام. نمرة اتنين، نكون جنب بعضنا، نقف جنب بعضنا، نساعد بعضنا، نحب بعضنا. اعتقد ان الخوف بيجي من عدم الامان، الاحساس بعدم الامان بيولد الخوف. لو احنا حسينا بالامان عمرنا ما هنخاف. انا في حاجه يا استاذ محمد بعد اذنك، كنت عايزه رقم الحاجه نوال. معايا التليفون، حضرتك هترجعي الكنترول روم، هتاخدي تليفوني اوكي وتكلميني، انا هديك رقم الحاجه نوال. وزي ما قلت برضو لكل الساده المشاهدين، اللي حابب يروح على الطبيعه يبص يشوف الامور، يا ريت يروح يبص. يعني احنا ما فيش حاجه احنا هناخدها في ايدينا، ولا هي يعني هو نفسه الشخص هيجيب الراجل ويعمل لها الحاجه. يا استاذ محمد ربنا يجعلك دايما تعمل الخير يا رب، اللهم امين كده، ويجعله في ميزان حسناتك يا رب. شكرا جدا يا استاذ محمد. ميرسي ليكي، ميرسي ليكي، ميرسي ليكي يا امنيه. وعايز اقول ان في تليفونات جت طلبت رقم الحاجه نوال، ما دخلتش على الهواء، بس تليفونات اتصلوا طلبوا رقم الحاجه نوال. احنا ان شاء الله باذن الله يبقى في مساعده لمدام نوال بشكل كويس جدا. ايه رايك في الكلام اللي قالته امنيه؟ قالت ان الخوف السلبي يعني صعب جدا، ولو موجود يبقى في ازمه كبيره من خلال المفهوم كلامها. هي قالت برضو نقطه مهمه قوي، قالت ان الايمان بالله هو بيلغي موضوع الخوف السلبي ده، لان هو لما انا ابقى متاكد ان ربنا سبحانه وتعالى كاتب لي الافضل دايما، وان لو اجتمعت الناس كلها على انها تاذيني بحاجه مش تاذيني الا بحاجه ربنا كاتبها لي، والعكس برضو، ده اكيد بيلغي اي خوف سلبي عند اي بني ادم. فالايمان برضو مهم جدا، نقطه مهمه قوي. قبل كده طبعا النقطه دي انا موافق عليها جدا، الخوف لما يزيد عن حده يبقى حاجه سلبيه. تمام أكيد. احمد هتسمعنا ايه تاني؟ هسمعك قصيده عاملها عن الصحف السياسيه الصفراء اللي هي دايما بتحب دايما تصور ان البلد كلها بلد ما فيهاش خير وما فيهاش وما فيهاش وما فيهاش. لا احنا بلدنا مليانه خير، بلدنا مليانه خير. وعايز اقول لك على اجمل خير موجود فيها. طب اتفضل. الشباب المصري طبعا، والله العظيم فيها شباب لو استغلوا طبعا لا هيعملوا عمايل غير طبيعيه طبعا. بس المشكله ان الصحف ديت ليها اثار سلبيه جدا على الناس. ده حقيقي، ده حقيقي. طب هتقول ايه؟ بفتح الجورنال بلاقي اول كلمه فيه شتيمه، واخر كلمه فيه شتيمه، وبين الجمله والتانيه جمله كلها شتيمه. مش كل مسؤول بينهب، مش كل فنان بيشرب، مش كل ما افتح صفحه الاقي ناس تموت وبلاد بتخرب. في فساد، ايوه في فساد، بس برضه في ولاد بتحب الوطن، في عمار وناس بتبني، وفي عقول بفكره تغني قلب الوطن. فين الكلام اللي يخلي قلبي ينحت في الصخور؟ فين اللي يوصف مصر عمري في العبور؟ فين اللي يحكي عن عرابي وعن فريد، عن بطولة وعن شهيد، ساب لنا مليون حفيد بيحب الوطن؟ نفسي مرة أقرأ لك خبر يحكي لنا عن مشروع، بحث علمي، اكتشاف أو منتج وطني مصنوع، بس أنا عارف إن جريدتك أي خبر ده ممنوع. عايز تجيب لي اكتئاب؟ أنا عندي جاهز. عايز تعيشني في عذاب؟ أنا مش عايز. عايز تقولي إن مصر كلها ساكنة في أوضة؟ عايز تخلي الدنيا بجمالها في عيوني سودة؟ عايز تكرهني في البلد؟ لأ، بحبها وهي منورة بيضة، وبحبها وهي مضلمة سودة، وهحبها وهي مضلمة سودة. جميل. ايه رأيك؟ هايل. هايل فعلا. ما بيعملوش بس بجد. لا هايل. وبعدين على فكره هو ليه علاقه كمان بالموضوع الخوف، ان هم الناس اللي بتكتب الكلام ده بيتعمد ان هي تلعب على عامل الخوف عند الناس. تمام. ان هي تخوفهم فيبداوا الناس يثيروا الراي العام وكده، بس طبعا ده في الغالب ما بيحصلش، لان الناس عايشه في البلد اوريدي وشايفه الجانب الكويس والجانب اللي مش كويس. تمام. وهي لو يعني في سلبيات في اي مكان، في سلبيات طبعا، بس السلبيات دي احنا مواجهتها ان احنا نقول ان في سلبيه ونحاول نعدلها. ونحاول ان احنا نعدل. انا بس كنت عايز اقول كلمه اخيره عشان فاضل دقيقه على الحوار. طيب كلمه اخيره، ان الصحف اللي بتعمل كده هي بتفقد موضوعيتها، لان الطبيعي ان انا اشوف الخبر الايجابي والسلبي، فلما اشوف خبر سلبي بس اعرف ان الجريده مش صح. تمام. وليد تحب تقول ايه لكل متابعينا النهارده وبالتحديد الشباب؟ تقول لهم
اول حاجه الخوف من المسؤوليه، ما حدش يخاف من المسؤوليه، لان هم اوريدي بياخدوا مسؤوليتهم بالتدريج من ايام المدرسه وكده، تمام. وان هم يتوكلوا على الله ويؤمنوا بالله يعني. جميل. احمد نقول ايه؟ نقول جنتك في الخير اللي بتعمل فيه طول حياتك كلها. يلا استغفر كتير وحب كل حاجة ربنا بيحبها. احمد حسني، وليد صفوت، شرفتوني ونورتوني النهارده، كنت سعيد بوجودكم معايا، وبالتوفيق باذن الله، وان شاء الله لا للخوف. توفيق ليك ان شاء الله، ربنا يكرمك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، تعالوا نطلع شعار كده مع بعض من خلال برنامج شباب على الهواء اسمه لا للخوف. تعالوا نقول جوانا انا مش هخاف، ونقول جوانا انا مش هخاف. لما هقول جوايا وجواكوا وجوه كل الناس انا مش هخاف، حاجات كتير جدا هتتغير. صدقوني يا جماعه، لازم نقضي على الخوف اللي يأذينا، واهلا بالخوف اللي يخلينا نتحرك خطوات لقدام. كل اب وكل ام بيتابعوني النهارده ياخدوا بالهم هم بيتعاملوا مع اولادهم، ويعرفوا ان الخوف ده بيأثر عليهم نفسيا، بيعرفوا ان الخوف ده هيخليهم بعد كده عندهم عقده تأثر على ابوهم وامهم بعد كده في المستقبل. كل شاب بيتابعني النهارده لازم يقضي على الخوف من خلال ان هو يتحرك خطوات ايجابيه. واذا كان عندك خوف ايجابي اهلا بيه، اما اذا كان عندك خوف سلبي فقول لا، لا للخوف. سوش مواعيد البرنامج سبت 2 4 جمعه على الهواء مباشره من الساعه 4 للساعه 5. في النهايه بقول لكل الساده المشاهدين اللي اتصلوا بخصوص الحاجه نوال بشكركم جدا، وان شاء الله ايدينا في ايدين بعض نواجه اي سلبيه تخص الطفل، تخص الراجل الكبير، وتخص الشباب اللي هم اساس برنامج شباب على الهواء. السلام عليكم.